السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من برنامج من كل بلد أكلة. النهاردة إن شاء الله حلقتنا حلقة مختلفة تماما، مميزة. يعني حبينا النهاردة نعمل لكم حاجة جميلة جدا قبل دخول الشهر الكريم. ربنا يا رب يعود علينا الأيام بخير. حلقتي النهاردة فيها ضيفة مكسرة الدنيا، تيتا فاتن، معروفة جدا في التلفزيون وبأكلات جدتي. حبينا نجيبها لكم النهاردة ونستضيفها قبل رمضان عشان عندها أصناف حلوة قوي هنعملها مع بعض. أهلا بيكي ومنورانا جدا جدا يا تيتا فاتن. أهلا بيكي يا ولاء، ربنا يخليكي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، ويرضى عليكي الأيام بخير. أنا وانت يا رب، كل اللي بنحبهم، كل سنة وكل المشاهدين واللي بيشاهدونا بخير وسلام. اللهم امين. النهارده عايزين نعرف بقى حضرتك هتعملي لنا ايه؟ النهارده هعمل لكم 3 أصناف. أول حاجة هنبتدي بفتة السجق. يا سلام. ودي هي مميزة وهتشوفوها دلوقتي. وهنعمل طاجن موز. طاجن الموز ده بيبقى طبق حلو قوي في سفرة رمضان. تمام. كل سنة وانتم طيبين طبعا. هنعمل حلو اسمه ديرت كيك. بيبقى حلو، سهل جدا، وفي نفس الوقت طعمه في منتهى الجمال. ولو رحنا اشتريناه بره بيبقى غالي. انا هبسط لكم الدنيا فيه خالص. هي الحاجه اصلا بتتكلم عن نفسها. هنبدا بقى، اتفضلي بقى كده وقولي لنا اول حاجه هنعملها مع بعض ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بفتة السجق. تمام. نقول مقاديرها. معايا نص كيلو سجق، معايا بصلايه كبيره، قرنين فلفل الوان، 4 أو 5 فصوص ثوم. الصلصه دي بنسهل على نفسنا في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. ما نقفش كتير في المطبخ، فبنجيب الطماطم وبنغليها وبنصلصها وبنشتغل بيها على طول. بتسهل علينا بالظبط كده. ومعايا توابل، معايا بابريكا، معايا فلفل، معايا ملح، معايا كزبره، معايا كمون، مش اكتر من كده. والعيش بتاعنا ده حضرتك بقى العيش اللي هو الشامي الخفيف ده بجيبه بحمره، وبعد ما بيبرد بحط عليه التوابل بتاعه البطاطس اللي بتتباع عند العطار. بتدي نكهه حلوه قوي وانتي بتاكلي الرز معاها، بتبقى حلوه قوي. تسلم ايديكي من قبل ما تبتدي الحاجه، شكلها تحفه. نبدا بقى نعمل اول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا تقريبا ربع كوبايه زيت. هنزل عليهم على طول السجق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، احنا عايزين بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هي الاساس في الموضوع. انا بس هديله تشويحه كده بسرعه، لان السجق ما بياخدش وقت وبيبقى طبق حلو قوي. بس بقى ايه، لازم ايه، نشوف بقى السجق برده مصدره منين. شم ريحه السجق اول ما حطيته، ريحته جميله ازاي. عشان ما يبقاش بقى فيه الوان صناعيه والحاجات دي. فيعني ننقي المكان اللي هنجيب منه السجق. طب لو احنا حلوه قوي حبينا نستبدل يعني السجق بحاجه ثانيه، هيبقى نفس برضو الطريقه مثلا؟ لا، كل شغل ليه تكنيك. يعني هتعملي مثلا لحمه هتبقى مختلفه تماما. هتعملي كبده. على فكره انا بعمل فتة الكبد برضو بدبس. كل حاجه حضرتك طبعا عامله لها الوصفه بتاعتها. كل حاجه ليها تكنيك معين. ريحه السجق اصلا ريحه السجق حلوه قوي قوي كده مع الزيت. انا بس قلت عشان الزيت كان سخن، فاول ما نزلت بيه بصي حمرهولي على طول ازاي. على طول هروح نازله بالبصله الكبيره المبشوره اهي، بس كده. هنزل معاها فصين الثوم او ال3 اللي انا عملتهم اهو، بس كده. هاديها تقليبه كمان، هشوحهم في قلب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هي النار هديت شويه بس هتشتغل دلوقتي. لا هتشتغل. هديها بس شم بقى لما نزل معاها الثوم ونزلت معاها البصل، شم ريحتها بقت جميله ازاي. هي مجرد تشويحه يعني بالظبط، بس مش اكتر من كده. تمام. بس هنشتغل بس هي بس تغلي معايا بس شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعلى شويه ولا بيعلى شويه وبيوطى. هو بيعلى لوحده يعني. طيب ماشي، مفيش مشكله. الطبق ده هيبقى طبق لو اتعمل على السفره في رمضان بشكل حلو وتقديمه لطيفه كده، بيبقى حلو قوي على السفره في رمضان بصراحه. بيبقى طعمه اساسا حلو قوي وطبق مميز. يعني تيجي تقولي فتة سجق، في ناس كتير جدا ما تعرفش ايه فتة السجق، متعودين على اللحمه والكلام بالظبط كده. فاحنا كمان بالنسبه دخلت علينا رمضان والدنيا غلا شويه في اللحمه،
فاحنا ممكن نقتصد شويه فيها. هقدم طبق فته حلو كبير كده بنص كيلو سجق، هياكل لي 6-7 تنفار. حلو قوي 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 وموفره واقتصادي، وفي نفس الوقت انا باكل حاجه طعمها حلو متقدمه بشياكه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى معايا بالفلفل الالوان ده، الوان عشان يديني الشكل الحلو في الاخر. هو الفلفل الالوان عامه بيدي بهجه كده للطبق بتاعنا. ايوه بالظبط، ده اللي انا قصدي عليه. بس كده هحمره شويه كده معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى شكل الطبق نفسه مبهج من غير اي حاجه، لسه ما حطيناش فيه ما انا بقى لا شكله غير ريحته كمان، ريحته في منتهى الجمال. تعالي بقى ننزل مع التوابل بقى بتاعتنا. ادي البابريكا، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره، بس مش اكتر من كده. بس كده. مجرد التوابل ما بتنزل، هو اصلا السجق متبل، كونك حطيتي شويه. وبعدين على فكره البابريكا دي مدخنه، في عند العطار بابريكا مدخنه بتدي طعم التدخينه في الاكل، فبتدي طعم حلو قوي، بتزيد في الطعم. اهم حاجه برضو العطار بيكون كويس. طبعا التوابل بتاعت كل عطار بتفرق بصراحه. اكيد طبعا. شم ريحته يا ولاء، ريحته على طول حلوه قوي حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس هيغلي شويه كده، عايزه اخد كله ياكل من بعضه كده، عايزه اطلع عقبال بقى ما كله ياخد من بعضه كده. تمام. ممكن برضو نقول الرز الابيض حضرتك برضو بتعمليه بزيت بسمنه. لا بصي طريقته برضو ايه؟ انا بحب احنا هنستغلك النهارده، يعني هنطلع منك افكار كل حاجه. تحت امرك يا حبيبتي. انا بحب اعمل الرز بزبده وزيت. ليه؟ الزبده بتدي طعم حلو قوي للرز، والزيت بيدي تلميعه زي ما انت شايفه كده حلوه للرز. شوفي حتى عامل ازاي حلو قوي، بيدي تلميعه حلوه قوي فيه الرز. بنحط هتعملي كوبايتين، نص كيلو رز مع كوبايتين ميه. حطي بس بهاريه بشويه حبهان ده التست مع الفته بقى. ادعوا لي الحبهان مع الرز الابيض في الفته بالتحديد بيبقى طعمه حلو قوي، بس انا مش عايزه اكتر من كده. بصي يا ولاء حلو قوي، بس ريحته حلوه جدا. انا هنزل بالصلصه اللي احنا مخزنينها عندنا عشان تسهل علينا الوقت، مش اكتر من كده. بس كده. ده هو شكله كده اصلا بتعمل سندوتشات. هي كده الفته خلصت يا ولاء، الفته خلصت يا حبيبتي. بس كده، شايفه شكلها، شايفه الالوان، طعمها بقى هايله هايله. شايفين يا جماعه بجد الشكل مغري جدا. بصي جدا. انا من نص كيلو سجق عملت طبق قد ايه؟ ده لسه كمان لما نمكس المكونات كلها مع بعضها هتتفرجي على شكل طبق الفته هيبقى عامل ازاي. بس انا هسقيه بشويه ميه، افكها بس شويه صغيرين بس كده، مش عايزه اكتر من كده. بس بصي، ايوه انا عايزه بقى السمك ده، شايفه ولا لا؟ انا عايزه السمك ده. شكلها تحفه بجد، شكلها تحفه جدا وريحتها هايله. اشيل انا بقى ايه لحضرتك الحاجات اللي انت كده فضل. مش محتاجاها. بس انا عايزه بس تغلي غلوه بس كده وهنزلها خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده تغلي بس معايا. على ما هي تغلي انا هجهز الطبق بتاعي اللي هعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجتك جميله جدا وشيك جدا جدا جدا. ما هي عشان تقدمي الحاجه العين الاول بتشوف. صح. العين بتشوف الحاجه، تقدمي الحاجه بشكل حلو، الناس اول ما يشوفوا الله ايه ده الاكل حلو. صح، يعني يقول لك الاكل حلو، مش طعمه حلو من غير ما ياكلوا ولا اي حاجه. انت مجرد ما هتبصي للطبق الله ده الاكل حلو، هياكل حتى لو اكل مش حلو هيبقى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو بتعملي الحاجه بحب كده. طبعا يعني طبعا انت بتعملي لاولادك، بتعملي لحبايبك. انا هاخد استكفي بالحبه دول. انا خلاص كده غليت معايا. شوفي بقى التكه اللي جايه دي هعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلاص انا هشيل الوك كده من على البوتاجاز خالص اهو. هاخد ايه بقى يا ولاء؟ خليني اخد حبه من الصوص الحلو ده، بدل ما احط شوربه
او ميه مرقه ماجي مثلا او اي حاجه. الصوص بتاع بصي السجق حضرتك هتعمليه هطري بيه بالعيش. العيش، هيديكي طعم حلو قوي وانتي بتاكلي. يعني انا مش مجرد مثلا هاكل عيش، لا، العيش ده اساسا كمان اصلا محطوط متبهر متحمص بقى في الفرن ولا لا فوق على متحمص، لا البوتاجاز؟ مش في الفرن. لو في ناس عايزه تقلل من الدهون شويه بتدهنه بمعلقه سمنه وبتقلبه وبتدخله الفرن يطلع تمام. متحمص. لكن انا بحب اعمله في الزيت بالشكل ده، بيدي طعم حلو قوي. تمام. مع شويه التوابل اللي بنحطها في الاخر الطعم بيبقى رائع. هو حلو مع قوي. شويه الصوص اللي انا حطيتهم طعمه على يتاكل كده بس لوحده. انا عايزه اقلب بقى بس كده. انا كده بالنسبه لي الطبق ده هيطرى. ما تقوليش بقى ان العيش ده ناشف، لا لا لا، العيش ده هيشرب من الصوص بتاع الفته. طيب واحنا بنحمص بس العيش كده. حطيتي بقى التوابل البهارات بتاعتك؟ في توابل اللي هي البهارات بتاعت البطاطس عند العطار. بتختاري الطعم اللي يعجبك، طعم مدخن، طعم الكباب، طعم اللي انت بتحبيه. اي طعم بنختاره احنا. اللي انت بتحبيه حطيه على العيش وادعي لي. بس احنا داعيين لك من اجل اي حاجه. فهاخد بقى الرز. تسلم ايديكي. تعيش حبيبتي. هاخد بقى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك احنا حاطين العيش في هيطرى لوحده. طبق يا جماعه بجد يتحط كده في العزومه بتاعت بيبقى رمضان في هايل، نص بيبقى السفرة. هايل، شكله بيبقى روعه. تقولي ايه دي فتة شكله سجق بعدين يقضي كذا فرد يعني كتير. بالظبط طبعا كده. طبعا طبعا طبعا. هو اهم حاجه التقديمه اللي انت بتقدمي بيها الاكل شكلها عامل ازاي. العين بتاكل فعلا بالعين قبل بتاكل البق. الاول بالظبط كده. بس وانا بحب اقدم حاجتي بشكل لطيف. لا حاجتك جميله جدا أشكرك. ومنسقه شكرا. وجميله بجد، أشكرك. حلوه قوي. بصي هنحط دي عشان ما يزعلوش بس تمام. كده. خلاص نشيل انا كده ده. حطيت الرز بتاعي بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هروح جايبه الوك اللي فيه السجق وهنزل في النص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه الطبق شكله عامل ازاي ما ولا انا بقول لك شايفه السجق مبهج قوي بجد قوي. طبق مبهج والوانه جدا. حلوه قوي، والوانه حلوه قوي وما اخدش وقت وما خالص خدش وقت مننا. خالص. يعني ست البيت موظفه بقى، ست البيت صايمه مش قادره تقوم تشتغل، هتعمله بسرعه جدا. ادي ده هستكفي بكده. الباقي ده هجيب طبق وهحطه جنب صينيه الفته. في ناس عايزه تغمس بالعيش ده، صح، هيبقى بالظبط تحفه. كده. هنعمل ايه بقى؟ هجيب العيش بتاعي ده هحط بس حبه كده عشان اللي عايز ياكله اللي عايز ياكله بالعيش. التقديمه برضو يا ولاء زي ما قلت لك مهمه جدا للطبق. بصوا يا جماعه شكل الطبق بجد حلو قوي قوي، وحاجه تشرف بجد لو عندك بس عزومه حلوة تشرفك قوي. فعلا على عزومة السفرة، هيبقى حلو قوي. وبحاجات بسيطه جدا ومكونات بسيطه ومتاحه طبعا في كل بيت. وبنص كيلو سجق، يعني يا ريتنا عملنا مثلا كيلو او حاجه، نص كيلو سجق. بصوا عملنا طبق فته ملوش حل. تسلم بجد ايدك يا تيتا فاتن. العفو حبيبتي. بس هاجي اقدمه بقى قبل ما على السفره. هغطيه طبعا عشان الناس تيجي معانا تلاقيه سخن اتصال. بالشكل ده، ولكن ألو؟ هو هقدمه بالشكل ده عشان ألو؟ المشاهدين يشوفوا. الو. الو. ايوه مين معايا؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك انت؟ مين معايا؟ انا هنا. ازيك يا هنا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. وانت بحب طيبه حضرتك جدا. حبيبتي، ربنا يخليك. انا اللي بحبكم جدا جدا. تسلم ايديك على كل حاجه. حبيبتي ربنا يخليكي. عندك اي استفسار يا هنا؟ عاوز اقول الشيخ معاكي كل سنه وهي طيبه. نعم لا شكرا. حبيبتي ربنا يخليكي، نورتينا. ده اول صنف عملناه زي ما احنا شايفين كده، فتة السجق. هنبدا دلوقتي تيتا فاتن تقول لنا على الصنف التاني هو ايه بقى؟ هنعمل طاجن موز. لا دي داخله علينا داخله يعني مش عايزه اقول لكم. طاجن الموز في رمضان بيبقى مميز جدا برضه.
بيبقى من الطواجن الحلوه على السفره. بصي انت بالمنظر ده اي حاجه طبعا تعمليها تبقى أشكرك. مميزه جدا. شكرا. ماشي، نجيب بقى طاجن الموز عشان حضرتك تقولي لنا كده على المقادير بتاعته. انا هجيب الوك بتاعي اهو. احنا نشيل ده كده على التقديم كده. احنا خلصنا انا فتة خلصت. السجق. انا تمام. خلصت. هاخد بس حاجه اقلب بيها. انا صعبان عليا بجد اشيل الطبق. حلوه قوي. هنقدمه في الاخر. بسيطه. تاني طبق حضرتك قلتي عليه طاجن الموز. نقول مقاديره. هقول لك. معانا نص كيلو لحمه موز، معايا بصلتين متقطعين شرايح، معايا 5 فصوص ثوم، معايا ملح، بابريكا، فلفل اسود، وده هيتحط في الاخر خالص. هقول لحضرتك هيتعمل فيه ايه. خلاص تمام. بس في تكه هنا كده وانا بعمل طاجن الموز يا جماعه. الطواجن بتحب الحاجه الدسمه. ايوه. فحدي معاها حتتين 3 لحمه كده سن. ايوه اسمعوا بقى التريكات اللي حتتين احنا هنخطفها من بالظبط كده كده. التريكات دي اهم حاجه. حتتين 3 لحمه سن. السن ده بتبقى حته فيها شويه دسم، لما بتتحط مع الطاجن وهو في الفرن نفسه بيطلع ريحه في منتهى الجمال، وبيدي طعم للطاجن نفسه حلو قوي. تسلم ايديكي. هنشوف بقى دلوقتي. نبدا بقى نعمل الوصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الو مدام سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف ولاء؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ سنه وانت طيبه. الحمد لله والله تمام. انا من اسكندريه مش من القاهره. اهلا، احسن ناس واجدع ناس بتوع اسكندريه، ويعود عليكي الايام بخير يا رب. احنا وانت وامه المسلمين اجمعين. ربنا تسلم ايديكم على اللي بتقدموه كله والله. تسلمي ربنا يخليكي، ده شرف لينا. لينا. اشكر الضيفه اللي معاكي ما شاء الله، الله اكبر عليها. اشكرك يا حبيبتي. اشكرك. ربنا يخليك. حلوه قوي طبق الفته اللي عاملاه ما شاء الله. اشكرك يا حبيبتي. اتمنى انكم تجربوها. حلوه قوي والله واقتصاديه جدا والله. حلوه وشيك وكلها حاجه حلوه والله. اشكرك. شكرا يا حبيبتي. حتى الطبق اللي مقدمه فيه حاجه جميله. يا ريت تقول لنا منين الطبق ده بالغطا ده. الطبق جايباه منين بتقول؟ لا هقول لحضرتك بعدين بقى نكتبه لك على الصفحه انا جايباه منين. ان شاء الله نبقى نقول لك باذن الله. نورتينا ربنا يخليك. اشكرك. شكرا. نبدا بقى في الوصفه. بصي انا هحط البتاع عشان سخن قوي. هحط البصلتين اللي احنا مقطعينهم مع ال5 فصوص ثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عشان هي سخنت بزياده. هي احلى حاجه في المطبخ. شوف الطشه دي. الطشه دي طبعا مهمه جدا. حاجه حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. الطاجن يا جماعه عايز البصله تتحمر شويه، يعني ما احطهاش نيه عشان يديني اللون البني بتاع توصل للون اللي هو يعني الذهبي شويه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عايزاها يعني تاخد لون شويه او تدبل معانا كده، بس انا بقول للناس ان المفروض بتاخد لون شويه. احنا هنستغلك طبعا. انت عامله الطاجن بالسمنه. بالظبط. عامله السمنه. انا عرفت يا جماعه ان هي بتعمل السمنه هي في البيت، يعني هي صحيح. بتصنع السمنه في البيت، ما بتجيبهاش من بره. صح. هنستغلك عقبال ما البصل كده يدي اللون بتاعنا الجميل. تقولي لنا بقى السمنه بتعمليها في البيت ازاي؟ عينيا. السمنه احنا طبعا انا بحب الاكتفاء الذاتي في البيت. بحب ست البيت تستغل كل حاجه معاها في المطبخ. يعني انا هجيب اللبن، هجيب مثلا انا دايما اجيب مثلا 5 كيلو 6 كيلو لبن، بغليهم مره واحده، بس هيكون لبن جاموسي ومن حته كويسه عشان تديني القشطه او السمنه اللي هتطلع لي في الاخر. فانا هحط الحله على البوتاجاز، هغلي اللبن كويس، وهروح بعد ما يبرد خالص هروح حطاه في التلاجة يقعد ليله كامله في التلاجة. بعد ما يقعد ليله هاخد اللبن وهشيل القشطه منه اللي هي الوش ده، وهروح واخداها حطاها في طبق وضرباها بالمضرب بتاع البيض. فالضرب ده هيخلي القشطه تفصل. هيبقى القشطه لوحدها، هتبقى زبده بقى، الزبده لوحدها والشرش لوحده. والشرش ده طبعا مش هنرميه، هنكور بايدينا كده، الم الزبده واكورها واحطها تتسيح، والشرش ده هشيله هعمل بيه معجنات.
هعمل بيه عيش بلدي، هعمل بيه العيش الشامي اللي بنفطر بيه الصبح، نعمل بيه هي ما بتحبش ترمي حاجه خالص أبداً. كل حاجه بتاخدها بنستغلها فعلا. ودوت فعلا احنا محتاجين الحته دي في الوقت الحالي اللي احنا فيه، ان احنا نستغل كل حاجه في البيت، دي حقيقة. ما نرميهاش. لا خالص. فعشان كده قلنا نجيب تيتا فاتن ناخد منها كل الافكار لست أشكرك. البيت. كل سنه وانت طيبه، داخل علينا طيبة. رمضان، يقعد علينا الايام بخير امين يا رب. عندنا حبايبنا واهالينا في الفلاحين اول حاجه بيعملوها العيش البكاكين او الكماج، ده معروف سحور، فبناخد الشرش ده نعمل بيه البكاكين اللي بتتعمل بيه بالقشطه وبتتعمل باللبن الرايب، بيبقى طعمها لا احنا في نخلص منتهى ان شاء الجمال. الله وصفاتنا اللي حضرتك هتعملها إن شاء لنا الله النهاردة، بإذن الله. ونقعد نطلع العصاره بتاعت تيتا فاتن كده بنستغلها في كذا حاجه كده عشان ايه أشكرك. نوفر على ست البيت. بس نقطه، وانا بسيح الزبده من القشطه لما خدتها هحط بس فيها شويه ملح عشان تقعد معايا فتره شويه، والملح حبه الملح الصغيرين دول بيدوا طعم حلو قوي للزبده، بيظهر طعم الزبده. تسلمي، ربنا يخليك، تسلم ايديكي بجد على الحاجات اللي تعيشي انت بتعمليها. تعيشي يا حبيبتي تعيشي. والروايح بدات تهفهف كده. لسه بسم الله الرحمن الرحيم. وكويس اللي احنا ما صومناش عشان الواحد ما كانش هيقدر يتمالك اعصابه. لا، ما احنا عاملين في الريحه في الصيام بقى، احنا عاملين دلوقتي الفاصل ما بين رمضان وبين الشهر الكريم يعني. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. هل طيب ممكن طاجن اللحمه دوت ممكن مثلا حضرتك طبعا هتدخليه في الفرن، أكيد. ممكن نستغل نحط فيه مثلا جبنه موتزاريلا او الكلام ده كله؟ بصي، هو ممكن، انا مش هقول لك لا، بس انا عايزه الطاجن بتاع جدتي، بتاع أكلات والدتي زمان. انا عايزه الاكل الحلو بتاعنا. انا لسه بقول لك دلوقتي عايزه اطعمه، فبحط فيه حتتين لحمه سن عشان يديني الريحه الحلوه لما بيخرج من الفرن. لا، لكن عايزه فعلا. تحطي جبنه ما فيش مشكله. ايوه، مش هي هيقول لك لا. بتفكرنا يا جماعه باكلات زمان اللي الواحد كده كان يتلم كده في بيت العيله وستي بقى والكلام ده كله، كان طبعا الاكل ليه طعم مختلف تماما عن الايام دي. هي بقى بتفكرنا باكل زمان، روايح الزمن الجميل زي ما احنا ما بنقول. انا الحقيقه بحب دايما الاكلات القديمه، اكلات جدتي واكلات والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. فاحنا بحب انا على السفره يبقى في حاجات من الحاجات دي. على فكره اولادي بيحبوها. هتقولي هم جداد كده؟ لا اكيد كل حاجه بتعمليها اكيد بيحبوها. على قد ما انا بعمل اكل حديث وكل حاجه الولاد يحبوه، من الحاجات اللي ساعات يشتروا حاجات افضل استطعم فيها كده عشان اطلع الاكل اعملها ازاي، يعني الاكل جميل من بره ده اعمله ازاي. وعلى فكره وبعمله بيطلع حلو جدا واقتصادي جدا. نشوف بقى البصل بتاعنا. بس خلاص، ايه رايك بقى دلوقتي هنزل اللحمه نص كيلو. ده لون البصل اهوت اللي احنا عايزين نوصل له. لو غامق شويه تاني مفيش مشكله يعني، هو هيفرق في اللون بس. احنا منزلين معاها الثوم والبصل اهو، هيطعموا دلوقتي مع بعض. انا عايزه انزل على طول بالتوابل. التوابل عباره عن ايه؟ عن ملح بابريكا مدخنه، معايا فلفل اسود، مش اكتر من مش كده. حتى بهارات كتير لا عشان ما خالص نغيرش خالص. طعم الطاجن بتاعنا. انا ما بحبش البهارات الكتير، مش كل حاجه يتحط لها بهارات كتير يا جماعه، مش كل حاجه. انا بحب اظهر اللحمه. التوابل الكتير بتضغي على طعم اللحمه شويه. نقرب شويه بس من النار كده. تمام تمام. شوفي حتى لون اللحمه اتغير ازاي ولا لا؟ حلو قوي. شوفي لونه وريحته على طول، الريحه حلوه قوي قوي قوي. انا بس عايزاها تشد شويه مع البصل. بالمناسبه كمان في داخل علينا شهر رمضان، لازم نعمل العيش يا جماعه في البيت. العيش الخبز في حد ذاته في البيت بركه. مفيش بيت بيخلق من العيش بالظبط. طول شهر رمضان. ريحه الخبز بركه في البيت. هنعمل شويه قرص بالعجوه للسحور، شويه بكاكين عشان ناكلهم بالفول كده، بيبقى طعمه حلو قوي ومش مكلف جدا خالص على فكره، احسن ما بنشتريه من بره من الفرن، بل انت عاملاه في بيتك وجايب لك بركه بيتك، وبيبقى في نفس الوقت عليها نضيف. طبق كمان فول بجد ما اقولكمش عليه. احنا نخلص زي ما احنا قلنا كده، هنخلص وصفتنا النهارده ونقول بقى كمان على الحاجات اللي بتعملها كده، ناخد زي ما احنا قلنا كل الافكار. اشكرك، شكرا. هنستغلها النهارده. تحت امرك، تحت امرك. تسلمي، ربنا يخليكي. تحت امرك.
فانا بحب دايما ست البيت تستغل كل حاجه عندها في المطبخ. لو حبه دقيق هروح احط عليهم حبه ميه ورشه ملح وحبه خميره، بقوا معيش في وسط الغلاء اللي احنا فيه يعني، وهيوفر لي كتير وفي الطعم احلى. احنا عقبال ما اللحمه تاخد وتدي كده مع البصل والثوم والبهارات الجميله اللي نزلناها، هنروح فاصل او هتروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونشوف اخبار اللحمه ايه يا تيتا فاتن. اللحمه شوفي لونها، انا عايزه اللون البني الحلو ده يا ولاء، شايفه لونها جميل ازاي؟ حلو قوي. بس مش عايزه اكتر من كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب شويه ميه وهنزل بيهم عليها. ممكن بدل الميه نحط مثلا لو عندنا شوربه فراخ او شوربه لحمه او اي حاجه. وماله عندك شوربه عايزه يعني تنكهيها اكتر وتديها نكهه اكتر، ممكن تحطي شوربه مفيش مشكله خالص. بس هي كده كده شوربه لحمه يعني. بس هرمي بقى معاها ايه؟ طماطمايه وقرن فلفل، بس ده في الاخر خالص. بس كده. لا انا هحطهم كده يعيشوا بقى مع بعضهم لحد مثلا هتاخد لها في الوقت بتاعت ساعه وربع على حسب اللحمه. انا كده كل يعني شويه هندخل كل الكلام ده في طاجن بقى في بالظبط، بس ايه بعد ما اللحمه تستوي خالص. ولازم اسيب فيها شويه مرقه عشان لما بتدخل الفرن بتشرب المرقه بتاعتها، ما يبقاش طالع الطاجن ناشف. وانا هوريه لحضرتك دلوقتي. تمام. بس انا كده هسيب اللحمه تستوي براحتها خالص وهوطي عليها وهسيبها. انا بحب اللحمه واللي دخل متاخر يا جماعه مقاديرنا نزلت على الشاشه، اللي يحب يسجلها او يكتبها. ده كده بالنسبه لطاجن اللحمه. نحب ايه نوري كده طاجن عشان ايه نقدم بقى في الاخر. اتفضلي الطاجن بقى بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. هطلع بقى الطاجن بالشكل ده شكل النهائي. هو بس بارد شويه، التكييف هنا عالي، بس هنقدمه بالشكل الحلو ده وبألف هنا وشفا. ده الشكل النهائي. بصوا يا جماعه شكله بجد تحفه خطير. تسلم ايديك يا تيتا. ولازم العفو حبيبتي. ولازم يبقى فيه زي ما قلت لحضرتك، بصي لازم يبقى فيه شويه صوص. بصي الصوص حتى تقيل ازاي. ده بقى رز بقى ده بقى يا جماعه بيبقى هايل، ولا عيش ولا الكلام هايل او عيش بالظبط. مش عايزه اقول لكم بيبقى طعم تحفه جدا جدا. بالظبط. بألف هنا وشفا. بألف هنا. ده بالنسبه لتاني صنف احنا عملناه. يبقى عملنا اول صنف فتة السجق، وتاني صنف طاجن الموزه. هنعمل بعد كده طبعا بعد كل الاكل الدسم ده لازم حاجه تحلي بقى الموضوع شويه كده، ونبدا نهدم بقى بعد كل الدسامه دي. هتعمل لنا طبعا الصنف الثالث حاجه حلوه جدا. هنعمل مع بعض الديرت كيك، هنقول عليها ونقول مقاديرها علشان نشوفها بتتعمل ازاي. بصي هي حلوه، ولادي بيحبوها جدا. انا عرفتها ازاي؟ ولادي بيحبوها جدا وبيروحوا يشتروها غاليه. فحاولت بقى يمين شمال لحد ما طلعت لغايه الوصفه لما وصلت بقى للوصفه وحبيت تعملها في البيت. فحبيت ان انا اقدمها لكم. هي طعمها حلو قوي، مش غاليه قوي يعني، في امكانيات ايدينا مش هتبقى غاليه قوي، وهتشوفي حتى من بواقي الحاجه. حضرتك بقى تقولي لنا كده عن المقادير بتاعتها لغايه لما انا اجيب الحاجه. تمام. انا عندي نص كوبايه باستري كريم، عندي نص كوبايه كريم جانتيه، علبه قشطه مش عايزينها خلاص مش مهم، بس هي بتدي طعم حلو قوي. كوبايه لبن، وممكن كمان معاها احط الجبنه اللي هي المكعبات. احط 4 مكعبات مع حته زبده، وهضرب كله مع بعضه، هيديها برضو في الحلاوه زياده حلاوه الحقيقه يعني. بس انا هستكفي بدول. همكسهم كلهم في بوله، وهضربهم بالمضرب البيض لمده 10 دقائق لحد ما هيدوني القوام اللي حضرتك هتشوفيه معايا وانا بجهز الطبق. خلاص يا ولاء احنا هناخد ده كده وهيتضرب لمده 10 دقائق لحد السمك اللي انا هوريه لحضرتك دلوقتي. عشان ادي طبيعه للطاجن ده. هو اسمه ديرت كيك. ديرت كيك يعني يعني نقول بقى ايه، الطينه بتاعت الزرع تشبه الطينه بتاعت الزرع في الاخر. فبندي ايحاء بالطبيعه، الفخار مع الورد،
اللي هنجرنش بيه في الاخر. هي ممكن تتعمل في طاجن زي ده، حتى لما نروح احنا نشتريها بنجيبها في نفس الطواجن كده، او في اثار الزرع الصغيره اللطيفه دي. فدلوقتي انا هعمل ايه معايا؟ ده دلوقتي عندي بواقي كيك. بواقي كيك في ناس كتير جدا بترمي بواقي الكيك ابدا ما ابدا، تستغلهاش. لا ده ليها نستغل بواقي الكيك. بواقي الكيك ليها استخدامات كتير جدا. بواقي البسبوسه يا جماعه، احنا داخلين على رمضان، اي حد باقي معاه حته بسبوسه على حته كنافه نعمل منها طبق اسمه المدلعه. المدلعه دي اكله دمياطيه تحفه، من الحلويات الحلوه قوي ومشهوره في دمياط. بنطلع منها. فبالايام اللي احنا فيها دي محدش يرمي اي حاجه، لو باقي منك حته قد كده في كيس وتروحي حاطاه في الفريزر. شطاره الست المصريه بالظبط كده، مش اي ست خالص. كمان ده يعني. فعايزه بواقي الحاجه ارجوكوا ما ترموهاش، شيليها هتحتاجيها. يعني حته كيكه باقيالي من هنا ما رميتهاش، حطيتها في الفريزر، طلعت ضربتها في الكبه بقت بالشكل اللطيف اللي انت هتشوفيه دلوقتي خالص. ده البسكوت اللي هو بسكوت شوكولاته اهو معروف. البسكوت ده معروف، اي نوع بسكوت شوكولاته او اي نوع تاني شوكولاته هيتضرب برضو في الكبه لحد ما يديني النعوميه الحلوه دي. تعالي بقى مع بعض اوريكي الطبق ده هيطلع في الاخر شكله عامل ازاي بالظبط كده. انا هجيب الكيكه اللي كانت باقيه عندي اللي كنت شايلاها في الفريزر اهي، هحطها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه ولا يعني نحتفظ ببواقي الكيكه في الفريزر ما يجراش اي حاجه ابدا خالص. ابدا. بواقي كيكه، بواقي بسبوسه، تمام. بواقي كنافه يا جماعه. الحاجات دي بتدي اطباق هايله، محدش يتخيل ابدا ان دي بواقي حاجه ابدا، الا لو انت قلتي. بس ادي الفرشه بتاعتي من الكيك. خليني اعمل كمان فرشه للزرعه اللطيفه الجميله دي اللي هتطلع شكلها تحفه. بس كده خلاص، دي تخلص وانا هاخدها على طول. هو ماله. خليني اوريكي شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. بس كده. بس ادي لا ما الفرشه. اقدرش مخرجتنا الجميله تاخد كله ليها. بألف هنا، بألف هنا، بألف هنا. دي الفرشه الاولانيه بتاعت الطبق الديرت كيك. هجيب ايه بقى؟ الكريمه اللي احنا ضربناها لمده 10 دقائق. هاخدها، هاتي كيس، مش هقول لك انزلي بقى هاتي كيس حلواني لا خالص، كيس ثلاجه اهو. اللي في ايدي ده يا جماعه كيس ثلاجه عادي جدا. احنا بقول لك اشتغل ببواقي الحاجه، مش هنزل بقى اجيب حاجه اكلف الدنيا، لا. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه معمول من كيس ثلاجه عادي جدا اهو. اللي بتحطه دوت يا جماعه نقول تاني هو نص كوب كريم باستري، نص كوب كريم شانتيه، علبه قشطه، الفانيليا، كل دوت هي ضربته طبعا بالمضرب اليدوي لغايه لما طلع معانا القوام ده بالشكل الجميل ده. هي مش بيضه، في حد يقول لي هي مش بيضه قوي عشان الكريم باستري ما هوش ابيض، هو مدي على اوف وايت كده شويه. انت واخده بالك يا ولا؟ هو مش ابيض خالص. ادي الكيس التاني عشان ما تضايقكيش. طيب. بس كده. هاجي بقى على الحته التانيه. ايوه اهم حاجه الكوبايه بالظبط كده. حلوه قوي 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 قوي، وبيبقى طعمها يا جماعه في منتهى الجمال. تعالوا بقى ايه نفنش الطبق ده وشكله هيبقى عامل ازاي في الاخر. اتفضلي. بسم الله الرحمن تغيير الرحيم. بقى عن اللي احنا متعودين، كنافه، بسبوسه، لا خالص، لا قطايف، لا خالص. زلابيا، بلح الشام. تغيير برضو في رمضان، لان بيجي علينا وقت بنزهق من بنزهق الحلويات فعلا الشرقيه فعلا. دي. الطبق ده يا جماعه غالي جدا بره. احنا لو جبناه من اي حته فعلا بيبقى صعب. غالي. غالي جدا، وبيتعمل بنفس الشكل. هما يعني ما احنا هنتعبك في حاجه ونقول تاني طريقه عمل الديرت كيك. حاضر، معلش احنا هنستغل. لا خالص خالص، تحت امرك. احنا قلنا نقولها من الاول خالص. حاضر، هقولها من الاول خالص. تمام. عندي دلوقتي بواقي من الكيكه، زي ما قلنا اي حته كيكه باقيه هنحطها في كيس وهلفها وهرميها في الفريزر. وهجيب باكو بسكوت اللي هو بالشوكولاته، هضربهم الاثنين في الكبه
لحد ما تديني الشكل الناعم ده في الاخر. معايا بقى تاني نص كوبايه كريم جانتيه، نص كوبايه كريم باستري، كوبايه لبن، وعلبه قشطه. عايزه تكملي القشطه كملي معاه، مش عايزه خلاص حطي فانيليا. عايزه تزودي النكهات نكهه تانيه، هنجيب 4 مكعبات من الجبنه، طبعا مش مالحه، مع معلقه زبده. هتضربي كله مع بعض في الاخر هيديكي الشكل الكريمه دي. والترتيب طبعا ادينا بنمكس فيها اهو. دي كده بالنسبه لي كده خلاص. هاجي بقى ده والاصناف الجميله اللي انت اشكرك عاملاها لنا. اشكرك. انا عايزه نشوف اغطي مع بعض. ال الزرعه كلها بالبسكوت عشان تديني شكل الصيص بتاع الزرع. بصي يا ولاء اهو، حتى مش عايزاها منظمه قوي، هي الارض ما بتبقاش منظمه يعني الارض بتبقى ليها شكل كده. هاخد ده برضو اللي ولاء حاطه عينها عليه. ايوه بصراحه ايوه بس كده. مش هقدر عشان مخرجتنا الجميله عايزاه عايزاه. بألف هنا وشفا. انا كده يا جماعه الطبق خلص معايا، ما خدش مني وقت خالص. ممكن اعمله من بواقي الحاجه زي ما قلت لكم، بس في الاخر بقى عشان ادي طبيعه للطبق الحلو اللي معانا ده هعمل ايه؟ هجيب ورده. على فكره احنا ممكن نشتغل بالورد الطبيعي دلوقتي، وهروح عاملاها كده. الله، بس كده مش خلص أحلى الطبق من معايا كده اهو. ولا اسهل من كده هجيب واشيك بقى كمان. الزرعه الثانيه برضو لازم تبقى زرعه دي فيها ورده. على فكره ممكن تجيبي من الزرعه بتاعت النعناع وحطي نعناع اهو اهو. مخرجتنا الجميله بتقول لك ممكن حد يخش يرشه بميه ولا بالظبط كده. بس ده الطبق الحلو اللي معايا، وبألف هنا وشفا. لو حبينا طيب ممكن نجرنشه مثلا، بما ان موسم الفراوله ممكن نحط عليه مثلا قطع فراوله مش واقعية. او الكلام ده كله. مش واقعيه. تمام. قولي لي ليه؟ ليه؟ لان احنا معتبرين ان دي زرعه وده الارض، فمش هحط في الارض فاكهه. تمام صح يا ولاء؟ صح كده. بس فالاوقع ايه؟ ان احنا نحط الورد، حتى لو ورد طبيعي، ورد طبيعي، نعناعه، اي حاجه تديكي الاحساس بان ده الصيص الزرع. تسلم ايديكي وبألف هنا وشفا. بصراحة. لا حاجات بصراحه وعشان تحفة. اديها بقى واقعيه اكتر واكتر، فانا بحب اقدمها على ورقه الشجره اللطيفه يا دي. سلام، بس كده بس كده. ابداعات والعين فعلا لما تشوفي الحاجه كده فعلا تحبي ان انت تاكليها، حتى فعلا لو طعمها وحش، بس انا ما اعتقدش تماما نهائي ان هو طعمها وحش، بس فعلا النظره بتاعت الاكل تحبي انك تاكلي الصنف نفسه. لا حقيقة. بجد تسلم ايدك. العفو حبيبتي. اصناف حلوه جدا. العفو. بس هنستغلك كمان في حاجه، اتفضل. ان احنا عرفنا كمان ان هي بتعمل الجبنه في البيت، يعني آه. بتعمل اصناف وانواع. انا بصوا لا، انا هطلع ماشي. لكم كل الافكار. وماله وماله. بتعمل اصناف وانواع كتير من الجبنه، وفي نفس الوقت هي في حاجه واحده، بس الحاجه الواحده دي بتطلع منها كذا صنف للجبنه. ممكن صحيح. بقى تقولي لنا بقى انت بتعملي الجبنه وماله ازاي؟ وماله. انا هجيب معاكي 2 بقى كيلو الكاميرا لبن. بتاعتك خلاص ماشي. هجيب 2 كيلو لبن. هو عشان تاكلي جبنه حلوه لازم يبقى طعمها حلو، ولازم اللبن يبقى حلو عشان يديكي طعم حلو للجبنه اللي انت هتاكليها. هجيب 2 كيلو لبن او 3 كيلو لبن وهغليهم، وقبل ما يقوم معايا يعني وهو سخن هحط معاه نص كوبايه خل. اول ما هحط الخل على اللبن وانا شغاله فيه، في ساعتها هيفصل الجبنه اللي هي هتطلع دلوقتي جبنه قريش، والشرش لوحده. هجيب مصفى وهصفي اللبن اللي اتفصل عن الشرش وهصفيه، وهاخد الجبنه دي يا ارولها واسيبها تنزل الميه اللي فيها عشان تديني جبنه قريش، او هاخدها الجبنه دي اللي انا مصفياها وهحطها في الخلاط مع
ربع كوبايه او نص كوبايه على حسب السمك اللي انت عايزاه. نص كوبايه زيت. معاها ايه بقى؟ عايزه انكه الجبنه دي، ده في الاخر هيطلع جبنه كريمي تحفه. عايزه انكهها، ممكن احط فيها جبنه رومي تديني طعم الجبنه، جبنه كريمي بطعم الرومي. اضربهم بقى في الخلاط كويس جدا لحد ما احس ان الجبنه بقت ناعمه جدا معايا، النعوميه اللي انت تحبيها. بس هي كده في كل الحالات هتمسك وهتبقى حلوه قوي لما تحطيها في التلاجة. عايزاها الطعم الحلو قوي كمان بيبقى فيها البسطرمه. الجبنه بدل الجبنه الرومي هتحطي عليها بسطرمه، او نمكس ما بينها وما بين البسطرمه، بسطرمه وجبنه رومي بيبقى طعمهم حلو قوي. هحطها برده في الخلاط معاها شويه زيت. هي ملهاش مقادير، هي ليها عينين بس اشوف السمك والنعوميه اللي قدامي. هحط حبه الزيت مع حته الجبنه اللي قلنا ممكن تبقى قريش لو اتثابت، وهحط معاها الطعم اللي انا عايزاه. ممكن اشوي قرنين فلفل، اشويهم اخد الطعم المدخن الحلو واحطه مع الجبنه، بيبقى طعمها هايل. طب انا عايزه جبنه سبايسي، هجيب حته الجبنه وهحط عليها حبه الزيت، هحط عليها حبه شطه وقرن فلفل احمر. الاحمر مع الشطه بيبقى طعمه في منتهى الجمال. وتتحط في برطمانات وتحطي على وشها شويه زيت وتشيليها في التلاجة وبألف هنا وشفا. بصوا، من حاجه واحده عملت كذا صنف جبنه. ممكن دلوقتي لو رحت تشتري اصناف معينه من الجبنه غالية. في السوبر ماركت هتلاقيها غاليه جدا. ف طبعا هي وفرت لنا كل ده، يعني هي وفرت لنا كل ده. طيب الجبنه القديمه تتعمل ازاي؟ يعني من الجبنه اللي حضرتك عملتيها دي، احنا عايزين نعمل الجبنه القديمه. مش تقصدي؟ حلوه قوي. نفس الحكايه، هنغلي برضو اللبن هنفصله بالخل. في ناس تقول لك طب ما نحط فيه منفعه، ماشي، بس المنفعه مش موجوده. طب يعني مش ايه بقى متاحه المنفعه عشان ممكن ناس ما المنفعه دي اهالينا في الفلاحين عارفينها، اللي بيعملوا بيها الجبنه والحاجات اللي بتتفصل، فما بتبقاش متوفره معانا، فهنستعمل الخل، هو اقرب حاجه لينا. هتجيبي حته الجبنه بقى اللي هنفصلها دي، هتبقى قريش اللي في ايدينا اللي فصلناها دي بقى هتتاخد. لو عندك حته مش قديمه خليها هي البيزك بتاعك، الاساس بتاعك، وحطي بقى عليه، وحطي عليها جبنه رومي، وحبه الشرش اللي طلعوا من اللبن حطيه فيها. حطي معاها بقى حبيتين ترمس، حبيتين حمص. الترمس بيمنع ان المش يدود. حطي فيها قشر برتقال، بسيطه جدا بس لكن مهمه انها تتعمل، مهمه جدا. وقشر برتقال، واقفليها، واسبوعين 2 بس هتاكلي احلى مش باحلى جبنه. ده كل انواع الجبن دي نفتح عليها بعد ما نعملها مباشره ولا نسيبها شويه؟ الجبنه الكريمي اللي قلنا عليها دلوقتي اللي هي بالنكهات المختلفه دي بتتاكل في ساعتها. دي بتتاكل في ساعتها. هي بس الجبنه اللي عايزاها مش دي اللي هتطلع بيها وتحط فيها الجبنه القريش دي، تمام. دي هتاخد اسبوع ولا حاجه عشان تندمج كده مع بعض وتديك الطعم الحلو في الاخر. تمام. لا وقرنين شطه، قرنين فلفل حار، لان الشطه برضو بتمنع ان اي حاجه تدود تعمل بتحميه. تسلم ايديكي وتسلم وصفاتك الجميله. أشكرك. بس هنتعبك بقى لان ممكن يكون حد دخل متاخر او حاجه، نقول فتة السجق عملتيها ازاي كده، والعيش بقى الجميل اللي طعمه حلو ده. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبق ده متكون من العيش ده، انا محمراه في الزيت، وبعد ما برد انا حطيت عليه شويه توابل من توابل البطاطس، بتدي طعم حلو قوي وانت بتاكليها مع الرز. وحطيتها في القعر، وحطيت معاها الصلصه بتاعه السجق دي، معموله من البصل، من الثوم، من الفلفل الالوان، بنص كيلو سجق بس، و3 معالق صلصه اللي احنا محتفظين بيها في الفريزر، او نص كيلو طماطم تعمليها وتتسبك معاه، وهتطلع بالشكل الحلو ده. وده الرز الابيض طبعا كلنا عاملينه. هنحط نص كيلو عليه كوبايتين، عليه حبه حبهان، رشه كده بسيطه من الحبهان، ولحد ما يتشرب وهيبقى بالشكل ده.
ونرصه بقى بما اننا بالشكل ده. داخلين بقى على رمضان، اتفضل. واول حاجه هتقابلنا كده على طول في وشنا هي السحور، وجبه السحور. وجبه السحور معروفه ان هي لازم تبقى على اساس السفره طبق الفول المميز ده في كل بيت مصري، بس هي بتعمله بحاجات مختلفه جدا وتركات كده بتاعه تيتا فاتن. هنستغلك برضو وتقولي لنا طبق الفول حاضر. بتاعك بتعمليه ازاي؟ حاضر. انا عندي الطريقه حلوه قوي في الفول بحبها. انا كده كده بدمس الفول في البيت، يعني ما بشتريش فول ابدا من بره. ايوه، من الاول برضو نحب نعرف تدميسي الفول حلو قوي عشان الفول يطلع معاكي ليه سمك كده زي ما بتشتريه من بره، وليه لون حلو. ما تنقعيش الفول، لان نقع الفول بيدي سماكه للقشره، تيجي تسويه هتلاقي القشره تخينه ما استوتش والفوله نفسها مستويه، فما بيبقاش طعمه مش حلو. فخلينا ما ننقعش الفول خالص. هنجيب الفول، لو هتعملي كيلو فول هاتي معاه نص كيلو فول مدشوش، اللي هو اللي منزوع القشره بتاعته برضو، ولا هتنقعيه ولا حاجه خالص. ومعاه طماطمايه، معاه ليمونه مشقوقه نصين، معاه على النص كيلو قبضه رز. الرز ده بيخليه ابيض لاخر معلقه خالص. وطماطمايه هيغلي غلوه وتروحي مغطيه عليه. انا بعمله على فكره في الحله بتاعه البيت، ما بعملوش في دماسه القدره بتاع زمان اللي بتتحط على البوتاجاز والكلام ده. انا بعمله في حله البيت العاديه. بعد ما بيغلي غلوتين هروح موطيه عليه خالص 5 ساعات بالظبط، هتاخدي احلى فول. لو حبيتي تزوديه ما نزودهوش بميه ساقعه عشان بيجلد القشره، لا احنا دايما نزوده بميه تكون سخنه بتغلي. في الاخر هيبقى طعمه في منتهى الجمال، لونه حلو قوي، في سماكه من الفول المدشوش وقبضه الرز اللي احنا حطيناه. تسلم. طريقه بقى الفول نفسه، طيب. طبق الفول بقى اللي هاخد على بقى السفرة طبق ده. الفول اللطيف اللي انا عملته ده. هجيب فلفلايه خضراء نص واحده ملونه، يعني فلفل اخضر شويه كده في ايدينا، بصلايه، فصين توم. تاني انا دايما بحب التوم والبصل في الحاجه. وهعمل ايه بقى؟ هروح جايبه شويه زيت وحاطه البصله بفصين التوم وهشوحها، مش هحمرها، هشوحها على البوتاجاز، وهروح منزله عليها الفلفل، هشوحهم تشويحتين كده، وهروح حاطه فيهم كمون، بلاش فلفل، فلفل اسود، هنخليها كمون وملح وبابريكا مدخنه. هاخدها هقلبها تقليبتين وهركنها على جنب. هجيب ووك تاني وهحط فيه حته زبده، واحط كوبايه فول مثلا من اللي انا عاملاه، او كبشتين من اللي انا عاملاهم، وهشوحهم في السمنه كده اهو. هشوح واروح نازله بيهم على الخليط اللي فات اللي متكون من انا جوعت اصلا من غير ما اشوفه، انا جوعت على الفلفل والثوم والبصل والطماطمايه، واروح مرجعه الوك تاني. ده الفول اللي هي بتقوله غير اللي احنا بناكله. الوك نفسه ده اللي ضفت له الفول. على فكره الفول ده ممكن ينفع في لا يا مخرجتنا الجميله الفول اللي حضرتك بتوصفيه هو الفول الطبيعي اللي احنا بناكله؟ هو فول ليه طقوس بس معينه. الشغل او التكنيك بتاع الفول هو اللي يخليكي انت عايزه تاكلي فول على طول. هحط الفول اللي انا قلبته بحته الزبده، هروح حطاه على الوك اللي فيه الطماطم والبصل والتوابل، وهحطه وانا بقلب هجيب الهراسه بتاعه البطاطس وههرس الفول بالبصل بكل الحاجات اللي قدامي لحد ما هلاقيه داب كده ولونه بقى حلو وريحته بقت حلوه. هروح واخداه حطاه في الطاجن او في الطبق اللي هقدم فيه، وفي الاخر هحط بقى معلقه طحينه، هحط اجرنشه بقى بشويه فلفل، بشويه بصل، حبه فلفل الوان، وفي الاخر خالص رشه الزيت اللي هتلمع الدنيا معايا. هيديكي طبق تفطري بيه كمان، مش تسحري بيه. بجد لا تسلم ايديكي وعلى الوصفات الجميله اللي انت عملتها لنا النهارده. 3 اصناف حلوين جدا، فتة السجق وطاجن الموزه والصنف الحلو اللي هو ديرت كيك، باسهل حاجه وبتكاليف قليله جدا ممكن انت تعمليها لو عندك عزومات. بجد انا بشكرك جدا 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 اللي حضرتك كنت معايا النهارده. انا اللي بشكرك يا ونورتيني وتسلم ايديكي، واعملي حسابك ان شاء الله باذن الله هنستغلها ونجيبها في
رمضان برضو تعمل أنا لنا تحت اصناف أمرك. تانية. أشكرك. ربنا أنا يخليكي، متشكرة. شكرا. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج من كل بلد أكل.